السلام عليكم. يلا نعمل مع بعض النهارده صوابع زينب من اجمل الوصفات كده اللي تقدري تعمليها، ناجحه من اول تجربه بامر الله. هقولك بقى ازاي تطلعيها تحفه جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنحل كل المشاكل اللي بتقابلك، هقولك ازاي الرسمه بتاعتها تكون واضحه كده معاكي وما تروحش وانت بتعمليها، ازاي تكون مقرمشه من بره وطريه من جوه، ازاي حجمها ما يتزيدش او ما يتضاعفش معاكي. نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا على طول على الوصفه. اول حاجه هنبدا بيها هي الشربات. شربات صوابع زينب لازم يكون بارد، فهنبدا بيه. عندي هنا 3 كوبايات من السكر، هنضيف عليهم كوبايتين من الميه. تمام، هنضيف عليهم عصير نص ليمونه، هنرفعهم على النار كده حوالي 10 دقايق. اول كده ما تحسي ان هو تقل وقوامه اتظبط معاكي، هترفعيه من على النار وهتسيبيه يبرد تماما. يلا بينا بقى على العجينه، اسهل وابسط عجينه ممكن تعمليها. تمام، مقدار الدقيق بيكون قد مقدار السميد يكون ناعم. تمام، هنضيف عليهم معلقه صغيره من الخميره، يبقى كل كوبايه من الدقيق عليها كوبايه من السميد، معلقه صغيره من الخميره، ما تكتريش الخميره تمام علشان حجمها ما يزيدش معاكي، معلقه صغيره من السكر، رشه ملح بسيطه خالص، وربع كوبايه من الزيت او السمنه. تمام، انا استخدمت هنا في الوصفه سمنه بتدي نتيجه حلوه قوي. تمام، لو مش متوفر عندك السمنه تقدري تستخدمي الزيت. هنخلطهم كده كلهم مع بعض بالمعلقه، وهنبدا بقى نضيف السوائل كده بالتدريج، او هنضيف الميه بالتدريج. يعني هننزل حوالي كده ربع كوبايه من الميه، ونعجن بقى العجينه ونشوف نلم العجينه كده لحد ما تتظبط معانا. تمام، يعني كوبايه من الدقيق عليها كوبايه من السميد، معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره من السكر، رشه ملح بسيطه. ودي كل المقادير بتاعه العجينه. هنضيف ربع كوبايه تانية من الميه، ودي كده كل كميه السوائل اللي استخدمتها في الوصفه النهارده هي نص كوبايه من الميه. تمام، طبعا لو انت حابه تكتري الكميه هتضاعفي المقادير وهتعمليها وهتظبطي العجينه وهتظبطي السوائل. يعني الكميه اللي انا عملتها النهارده خدت نص كوبايه بس من الميه. تمام، عجنتها بقى كويس. اهم حاجه ما تبالغيش في العجن بتاعها علشان العجينه فيها سميد، والسميد طبعا كل ما بيتعجن اكتر كل ما بينشف معاكي وبيديكي نتيجه مش حلوه. تمام، بعد ما العجينه لمت كده وانظبطت هنغطيها بقى بكيس تلاجة كده، وهنسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة. انا مش عايزاها تخمر، انا عايزاها كده ترتاح بس عشان اقدر اشكلها. هناخدها بقى وهنشكلها كور صغيرة خالص بالشكل اللي انت شايفاه ده، يعني على حجم البلية كده، مش عايزاها كبيرة قوي. تمام، نكور بقى كده الكمية كلها. لو وصلتوا بقى معايا لحد دلوقتي في الفيديو اتمنى بجد تضغطوا لايك، ولو اول مرة تشرفوني بجد يسعدني ويشرفني وجودكم معايا. وبجد شكرا للناس الجميلة اللي اشتركت معايا في القناة، نورتوني وشرفتوني وجودكم بجد شرف ليا. خلصنا بقى الكميه كلها كده وكورناها كلها كور صغيره. التشكيل بقى بصي، اي حاجه متوفره عندك تقدري تشكلي بيها. انا النهارده هشتغل بالبسطامه كده بتاعه الكحك، وهقولك بالتفصيل بقى ازاي تعمليها. هتفردي كده قطع العجين كلها وهتبداي كده تلميها وتضغطي، وهتديكي الشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا في حاجات كتيره قوي تقدري تشكلي بيها العجينه. ممكن المصفى بتاعه الزيت، ممكن المصفى العاديه. تمام، ممكن لو عندك حته كرتونه كده مضلعه هتبداي تفردي عليها العجينه وهتلميها كده بايديكي، هتديكي نفس الاشكال ديت، او هتديكي التشكيل بتاع صوابع زينب. يعني التشكيل ده اي حاجه متوفره عندك، ما تقفيش على اي حاجه. وطبعا المبشره تقدري برضو تعملي بيها شكل حلو قوي. ما شاء الله، شايفين الشكل طالع تحفه. طبعا هي طلعت كده صغيره معايا علشان البصمه بتاعه الكحكه حجمها صغير. لو انت عايزاها طبعا اطول من كده هتفردي على حاجه اكبر من كده، ممكن مصفى. بعد ما خلصت بقى تشكيل على الزيت، الزيت بتاعي يكون متوسط الحراره، مش عايزاه سخنه قوي عشان ما تاخدش لون كده من بره بسرعه وتكون نيه من جوه. هننزل بيها بقى كده زي ما انت شايفه كده في الفيديو، هننزل بقى بيها واحده واحده. طبعا هي اول ما بتنزلي بيها كده بتنزل في القاع بتاع الطاسه، وبعد كده واحده واحده بتلاقيها كده عمت على وش الزيت. اوعي تقلبيها بقى او تيجي جنبها. اول ما بتطفو كده او بتعوم كده على سطح الزيت، هي كده بقى بدأت تستوي، وهتلاقيها كده بتلف لوحدها كأنك بتعملي كده بلح الشاي. اول ما بتاخد لون بقى بتقلبيها لحد ما تاخد اللون المظبوط التمام. شايفين ما شاء الله لونها تحفة جدا. اهم حاجة درجة الحرارة تكون متوسطة. هننزل بقى بالشربات التقيل البارد. ما شاء الله، مفيش اجمل ولا اسهل ولا ابسط من كده.
اهم حاجه هنصفيها من الزيت كويس قوي. وعلى الشربات بقى هنسيبها في شربات كده حوالي من 3 ل 4 دقايق كده، ما تطوليش برضو في الشربات عشان تشرب بقى كميه الشربات كلها. وبعدين هتطلعيها وهتصفيها في مصفى من الشربات الزياده. بجد لو استفدتوا بقى من الفيديو او الوصفه عجبتكم بجد ما تبخلوش عليا باللايك. وهنبدا بقى نحمر كده بقيه الكميه. ما شاء الله شايفين من كوبايه دقيق واحده وكوبايه سميد عملنا طبقه حلوه قوي من صوابع زينب. مش مكلفه، سهله وبسيطه، تقدري تعمليها بكل بساطه. وكده خلصت بقى الوصفه بتاعت النهارده. ما شاء الله تحفه جدا بجد، جربوها. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. ولو عندك بقى اي مشكله بتقابلك وانت بتقابليها اكتبي لي، بامر الله هتطلع معاكي ناجحه من اول تجربه باذن الله. ما شاء الله على الجمال. جربوها بقى بطريقتي واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.